عايزه تجننيه وتاخدي حقك؟ عصفور طار. اقول لك يا حبيبتي ده يتعمل فيه ايه؟ خلاص؟ ده اللي يستاهل بوسه كبيره لا البابا ولا الماما ولا لاي حد في العيله. ده واحد. نمرة اتنين، ده ما يستاهلش بيقولوها الكلوجر او القفله المحترمه. ده ما يستاهلش قفله محترمه. ده يستاهل قفله زيه، قفله مش محترمه للعلاقه دي. فحضرتك هتعملي ايه؟ عصفور طار عشان تجننيه. لو عايزه تجننيه وتاخدي حقك، عصفور طار. فاللي هيحصل ان حضرتك هتعملي نفسك ان انت بتكلميه يومين ثلاثه، وهتبقي بتكلميه بقى وانت منتعضه. يعني ايه منتعضه؟ هاي، ايه الاخبار؟ ممتعضه ولا ممتعضه خلاص. هاي، ايه الاخبار يا احمد؟ عامل ايه؟ رحت الشغل؟ طيب تمام، اوكي. يعني اديله الامان، وبعدين قومي ساحبه السجاده من تحت رجليه. قطعتي ميه ونور. وما يتبلكش. ده ما يستاهلش البلوك ده. ده يستاهل ما يفهمش. فلما ما يفهمش يحتار. فلما يحتار يتجنن. فلما يتجنن يسيب التانية ويبتدي يركز معاكي. فلما يركز معاكي تعملي نفسك كأنك ما جيتيش. عصفور وطلع بره القفص وطار. لأنه بجح. هو مش خاين بس، هو خاين وبجح. أنا اكتشفت إن خطيبي بيكلم واحدة تانية وبيخوني معاها. ولما سألته قال لي وكنت هعرفك. يعني كنت هقولك إن أنا بخونك. وهي بتسألني أنا أعمل إيه؟ أنا اللي أعمل إيه؟ أنا على الهوا. أنا هتتجوزي وقت ما أنت عايزة، وتتجوزي وقت ما أنت شايفة إن أنت عايزة تتجوزي، وتتجوزي اللي أنت عايزة تتجوزيه، علشان هي فاتورة وأنت هتدفعي ثمنها. أكلة وهتدفعي فاتورتها. فعلى الأقل لما تنبسطي أو لما تتجوزي واحد تبقي مبسوطة معاه، ولما ما تبقيش مبسوطة معاه تقولي أنا اللي اخترت فأنا اللي أستاهل.